صبايا، قبل كل شي حابة احكي لكم عن مسابقة رح اعملها. رح يكون في مسابقة او جائزة لاخر مشتركة بالقناة من هون للاسبوع الجاي. مرحبا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو بيحكي عن قطع وبيجامات للبيت. هلا انا جربت قطع، بصراحة انا مالي بالعادة اجربها، يعني موديل هي اول مرة باخذ منه، او موديلين بالاحرى. رح نشوفهم سوا لان انا لسه ما فتحتهم. هي القطعة الاولى لليوم. بصراحة انا هذا اللون كتير بحبه، صرت اخذ منه تقريبا 6 قطع. هذا اللون كتير مميز عندي، ان كان افتح او اغمق او هيك. هلا هي بتجي 3 قطع. القماشة حلوة بس انه ما شتوية او خريفية، يعني خرج هيك موديل اكتر. اما هي بصراحة القماشة رقيقة تعتبر. شايفين كيف القماشة كتير رقيقة. يعني صبايا هلا هي حلوة بس ما بتوقع خرج شتوية او برد، يعني موديل اكتر من انه عملية لللبس وهيك. خلينا نروح على القطعة اللي بعدها. هي القطعة الثانية لليوم. هلا انا مالي بالعادة اخذ هاي الموديلات، فهنجربها سوا. هلا بتفهموا علي شو قصدي بهاي الموديلات. قصدي هي التعريقة هي هيك، يعني انا بميل للقصص السادة شوي اكتر، او اذا حتى مو سادة بس انه مو هالجيشي هاد هيك، بس قلت لحالي بغير شوي عن النمط العادي. هلا البنطلون قماشته مثلها شكلها لذيذة. القماشة هي شوفوا كيف من برا هيك خشنة شوي، من برا خشنة شوي. شايفين كيف قماشتها؟ بس البنطلون قماشته بتحسيه قريب من البيجامات الرياضة او هي القماشة اللي فيها نايلو، بس هاد على رقيق اكتر او هيك طري اكتر. تمام. هلا شكلها حلو، بتمنى تكون على اللبس كمان هيك. اذا بدي اخذ النمط تبعي دائما بس رح يكون شي ممل، فمشان هيك هالمرة قررت اني اخذ موديلات تانية، موديلات غريبة شوي عن اللي باخده بالعادة. خلونا نروح على القطعة اللي بعدها. هلا القطعة اللي حفرجيكم اياها هلا هي قطعة مو جديدة، صار لي فترة شاريتها. بتجي 4 قطع. هلا كمان صبايا هي ما خرج برد. هي البيجامة هي عبارة عن 4 قطع، قماشتها مخمل. لونها غريب شوي بس حلو كتير على اللبس. كمان غير هيك، هلا هي هدول قطعتين هيك مع بعض، هدول القطعتين التانيات. السبب اني انا صورت لكم هي القطعة انه هي رغم انها مخمل بس على الغسيل ما تأثرت ابدا. انا عندي غير قطع مخمل كمان من شيئين، بس بصراحة تأثروا على الغسيل، حسيت لونهم هيك فرق شوي علي وحتى قماشتهم. اما هي القطعة ما فرقت ابدا على الغسيل، بالعكس يعني وصل لي فترة منيحة جاريتها. بالعكس لساتها بزهوتها، لساتها الوانها هي. هلا بالنسبة للون او هالقصص هذا شيء من يعني بيرجع لكل وحدة لذوقها. كل وحده بتحب شو بتحب تغير تشكل. انا ما عم حدد لكم شو تاخذوا وشو لا، بس انا عم احكي لكم تجربتي مع هدول القطع. هلا في قطع انا على الغسيل عم تفرق معي، ما عم تعجبني كتير من اللي عم صور لكم اياها، مشان هيك قررت اني صور هي، لان هي فعلا على الغسيل ما تأثرت ابدا. هلا القطعة الاخيرة لليوم هي الشحاطات. ما بعرف كل وحدة بلهجتها شو بتقلها، بس احنا عنا اسمها هي شحاطات. تمام. هلا هي تاني قطعة بجربها، بس بصراحة كتير كتير حبيتها. انا يعني اللي جربتها من قبل اخذت وحدة لون اسود. يعني بحب القطعة اللي لابستها برجلي تكون خفيفة على الرجل، ما احس فيها ما تضايقني. تمام. هي شكلها، في لها موديل عقدة. هلا هي كأنها ضخمة شوي، بس هن على الاغلب هدول الفرو بيجوا شوي ضخمين. شايفين كيف؟ هي شوي الفرو بتجي شوي ضخمة، ما بتطلع ما بتكون ناعمة يعني، بس اجمالا على اللبس كتير مريحة.
يعني اللي قبل هي صار لها عندي تقريبا اشتغلت 7 اشهر او 8 اشهر، بس لساتها ما احلاها. وصيت على وحده مثلها لان كثير ارتحت فيها. وهلا خليني اروح فرجيكم على الملكان كيف طلعوا القطع. صبايا هي القطعه الاولى بتجنن. الملكان عم فكر اشتري لها باروكات، فاللي عندها مجربه شغلات حلوه من شيئين تحط لي بالتعليقات، احسن ما ضل عم دور فتره طويله لحتى اعتمد. القطعه بتجنن، كتير حلوه على اللبس، يعني بصراحه على الملكان وطالعه حلوه، فلسه على اللبس تطلع لسه يعني اضبط من هيك. شايفين معي كيف طالعه؟ صبايا انا هذا النمط القطعتين كتير بحبه، اللي هيك نمط القطعتين كتير بحبه، ومجربه منه كذا قطعه من شيئين، رح اصور لكم اياها ابقى. بس يعني هي اول مره بجرب هيك انه يكون في فوق جاكيت هيك، بس يا ريت القماشه اسمك بشوي. حبيتها كتير، بس تمنيت لو انه القماشه اسمك من هيك بشوي. يعني في كتير قطع عم تكون نسبه النايلون فيها كتير قويه وظاهر هذا الشيء. حطولي بالتعليقات اذا انتم هذا الشيء بين معكم ولا لا. وخلونا نروح على القطعه اللي بعدها. وهلا صبايا حفرجيكم القطعه الثانيه. هي القطعه الثانيه، اعطوني رايكم كيف لقيتوها بالتعليقات، حبيتوها ولا لا. انا حبيت القطعه عليها حرف زوجي لان بس البنطلون بصراحه شوي متردده فيه ما بعرف، بس حلوه يعني. اعطوني رايكم بالتعليقات عجبتكم ولا لا، كيف لقيت. كتير بصراحه كنزة كتير حبيتها، في عليها هيك حركات حلوه هيك ناعمه. خلونا نروح على القطعه اللي بعدها. وهي صبايا القطعه الثالثه، كتير حلوه على اللبس. هي قماشتها مخمل باين من لونها ولمعتها، بس حلوه كتير ناعومه وكتير هيك مريحه. ما رح احكي عنها كتير، بس يعني بكفي انه هي صار لها فتره طويله عندي على الغسيل على اللبس، كتير عمليه، وقماشتها كتير حلوه، والخامه تبعها كمان كتير حلوه. يعني اكتر من هيك بصراحه ما بدي احكي. وهي القطعه الفوقانيه. هلا ما حصور لكم القطعه اللي تحت الرابعه، اعذروني، بس يعني بتوقع انه هي بتحكي عن حالها واضحه. صبايا برجع بقول لكم بالنسبه للالوان، بالنسبه لهي كل انسان هو عنده ذوقه الخاص. انا من النوع اللي باوقات بحب غير، يعني بكون ماشيه على نمط معين، بعدين بحب غير هذا النمط اللي انا ماشيه فيه. فجاه بتلاقيني قررت البس موديل معين، نمط معين، فانا اكيد ما عم اجبر حدا يشتري هاي القطعه اللي انا عم وصي عليها. صبايا اخر مشتركه بالقناه واللي بتفعل زر الجرس وبتحط اعجاب، بس بشرط لازم تكون عملت لي سكرين شوت لهم وبعثت لي اياهم، رح يكون في هديه. رح اعلن عن هي الرابحه بالفيديو الجاي، باخير الفيديو الجاي، وبعد ما اعلن عنها رح اتواصل معها واخذ كل معلوماتها مشان ارسل لها هي الهديه. تمام؟ شو هي الهديه؟ على الاغلب انه اعمل قرعه لنشوف شو هي الهديه اللي حتكون. صبايا هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تكونوا استمتعتوا، كان خفيف عليكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.